ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل النهاردة الشوكولاتة الباونتي بطريقة سهلة جدا وبثلاث مكونات بس. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ويلا نبدأ. كوباية وربع جوز هند، يكون وسط مش ناعم قوي ولا خشن قوي. عليهم نص كوباية لبن مكثف، واحنا متعودين بنعمل اللبن المكثف في البيت، هسيبلك اللينك بتاعه. اعجنيهم مع بعض كويس كده. وبعدين صينية فرن صغيرة هنحط فيها كيس نايلون كده، وننزل بقى فيها الجوز الهند اللي عجناه باللبن، ونفرده كده كويس واضغطي عليه كويس قوي، وندخله التلاجة نص ساعة لحد ما يتماسك. المكون التالت بتاعنا شوكليت دارك شوكليت او شوكليت بلبن عادي 100 جرام. هنسيحهم في حمام مية، وبعدين هنطلع بقى الجوز الهند من التلاجة، نقطعه بالشكل ده. قطعيه بقى كده ايه، حتت متساوية، مقاسها يكون واحد يعني، بالشكل ده. وهناخد بقى كل قطعة من دي هنشكلها لشكل الشوكولاتة الباونتي بالشكل ده كده، الشكل البيضاوي كده بتاع الشوكولاتة الباونتي. هنشكل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي فعلا ربع ساعة. هنعمل بقى الكمية كلها الأول، وبعدين هنسيح الشوكولات زي ما بقولك في حمام مية 5 دقايق كده على النار. وهنجيب الشوكولات بتاعتنا هننزل فيها الجوز الهند ده بالطريقة دي كده. نغطي الجوز الهند بالشوكولات من كل الجوانب كده ونطلعه، نحطه بقى في الطبق بتاعنا. هندخله التلاجة حوالي نص ساعة كمان، بس لحد ما الشوكولات تتماسك كده. اللي هي بقى وهي طرية لسه أنا حطيت على شوية منهم بندق، زينت بندق كده، وسبت شوية منهم سادة بالطريقة دي. خلصت بقى الكمية كلها الأول كده ودخلتها التلاجة، وأدي شكلها في الآخر، وده من جوه. وبألف هنا، ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.